ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا هلا ثابت، ميك اب ارتست. لو اول مره تشوفيني اعملي اشتراك في القناه، فعلي زر الجرس، لايك وشير عشان يوصلك كل جديد. النهارده الفيديو كله بالكامل عن منتجات إليست. المنتجات فاونديشن، كونسيلر، ديب لاينر، ليبستيك. فهنتكلم عنه باستفاضة. فيديو بجد مش هتشوفوه في اي حتة في الحياة، او انا ما شفتش على اليوتيوب حد بيعمل ريفيو بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. طبعا بدأت الاول. صدقوني بأمانة ربنا انا ما حطيتش اي بيزك ابدا خالص للبشرة، ولا اي حاجة خالص الا المرطب بس. تمام، بأمانة، وانتوا عارفين ان انا بكلمكم بمنتهى الامانة. مفيش ولا اي حاجة الا المرطب، وانتوا هتشوفوا بنفسكم. تمام. منتج إليست ده بالنسبة لي انا يعني حقيقي كان اختراع. انا ما كنتش متوقعة ابدا انه انا هشهد له الشهادة دي، ولكن انا مش واخدة فلوس، انا مش واخدة اي حاجة غير انه جفت جالي وجربته. وعلى اساس الفيديو اللي هتشوفوه النهاردة انا اشتغلت بيه عرايس. تمام. الفيديو مختلف تماما. انا لما زي ما بيقولوا كده، لما بحب اتكلم كلامي لازم يبقى من مصدر ثقة. الفيديو ده مش هتشوفوه في اي حتة خالص. طبعا رطبنا وكده. انا حطيت بامب واحد بس. البامب الواحد بس ده هياخد نص الوجه بالكامل. شايفين الفرشة بتعمل ايه؟ عمالة تجيب معايا. شايفين؟ بصوا 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 بصوا. يعني انا عايزاكوا تركزوا قوي في الكمية وفي التغطية، وده مهم جدا. اولا الفاونديشن ووتر بروف. الفاونديشن ما بيأكسدش. يعني ايه ما بيأكسدش؟ يعني ما بيغيرش لون بشرتك، يعني مش بعد شوية تلاقي بشرتك غمقت. شايفين انا عملت ايه؟ انا وزعت بامب واحدة بس. شايفين؟ والفرشة برضو لسه فيها. انا مش حاطه على الفرشة، هو البامب اللي انا حطيته على خدها. تمام. احط البامب التاني زي ما انتم شايفين كده، وبرضو بالفرشة بتاعتي هبدأ اوزع. هتلاقوه بيرمي معايا وبيفرش مساحات كبيرة جدا جدا زي ما انتم شايفين. تمام. تمام جدا. نرجع تاني لتفاصيل الفاونديشن. بصوا بيديني حقيقي، صدقوني بجد. طبعا اللي عمل اوردر واشتغل بيه هيصدق كلامي ده. اول حاجة هو مش بيأكسد على البشرة، يعني مش بيغير لون البشرة بعد شوية، لانه في بعض الفاونديشن آه بتأكسد شوية، يعني بتغير لون البشرة. هو مش بيأكسد. هو ووتر بروف. هو فول كفر زي ما انتم شايفين، غطى تغطية رهيبة جدا. ميزة فيه عنده كمان، ودي عن تجربة، يعني انا اشتغلت بيه. طبعا ده كان اول فيديو انا اعمله، بس للأسف يعني اتأخر في النزول. يعني نزلت فيديوهات العرايس وده اتأخر شوية في النزول. شايفين النعومة بتاعت البشرة بعد ما بوزع الفاونديشن؟ بصوا. طبعا مهم قوي الطبطبة دي، لان هي اللي بتثبت الفاونديشن في اي فاونديشن، طبعا مش في ده بس في إليست. بصراحة انا مبهورة بمنتج مصري عنده كل المميزات دي، والناس مش بتعرفه. يعني انا بجد مش عارفة ازاي. اولا منتج مصري، سعره كويس جدا جدا، مليون كويس. طبعا سعره حلو جدا. فول كفر، ووتر بروف. هو انا مطلوب من الفاونديشن ايه اكتر من كده؟ تمام. زي ما انتم شايفين كده. طبطبت كده وثبت الفاونديشن بتاعي بالشكل اللي حضراتكم شايفين. انا مش هعمل اي حاجه، ده مش هعمل لوك ولا اي حاجه. انا بس بجرب لكم البرودكت الجديد ده اللي هو إليست. تمام. زي ما انتم شايفين كده خلصت الفاونديشن. شايفين نعومة البشرة؟
يعني هي بشرتها ما شاء الله هي ما فيهاش مشاكل كتيره، ولكن لا الفاونديشن بيدي تغطيه حلوه جدا ونعومه حلوه جدا. ده الكونسيلر بتاعه، وبرده فول كفر. تمام تمام جدا. هوزع في اماكن الاضاءة اللي انا محتاجاها. تمام. طبعا للطلبات هنزل لكم البيج بتاعتهم. وببدأ اطبطب بالشكل ده تحت العين. برضو شايفين الكونسيلر بيفرش معايا كتير قوي، بيديني يعني تغطية عالية جدا. احنا ما فيش اي حاجة حطيناها، ما ثبتناش، ما حطيناش مثبت، هو المرطب بس. وده كان تحدي برضو، خلوا بالكم. بس طبعا انا في العرايس لا، يعني بحط مثبت وبحط كذا بيزك، وبحط يعني كل الخطوات بتاعتي. بس انا كان يعني هدفي في اثبت ان الفاونديشن منتج محترم جدا، منتج مصري محتاج التشجيع. وفعلا هو مش محتاج التشجيع من باب جبر الخواطر، لا ابدا، بالعكس هو محتاج التشجيع، انه منتج مصري بالكفاءة دي، ليه ما نشجعهوش؟ تمام كده. هبدأ اثبت تحت العين. ثبت باللوس باودر بتاعت إيريسبون. تمام تمام جدا. بصوا اللوك ده او الفاونديشن ده، احنا بنجرب فاونديشن، احنا ما عملناش لوك ولا اي حاجه خالص. هو كل القصه فاونديشن، كونسيلر، ديب لاينر كده يعني. المنتجات بس بتاعت إليست، يعني الفيديو ده بتاع إليست بس. تمام. فهنثبت كامل الوجه طبعا، ولا كونتور ولا اي حاجه خالص. كل اللي عملناه ان احنا وزعنا الفاونديشن على كريم المرطب على طول، وثبتنا بالشكل ده. تمام. هنشوف مدى ثبات الفاونديشن. يعني انا البنوته دي على فكره بتشتغل معايا في المحل بنات، ووقفت اشتغلت عادي خالص. حتى يعني انا حتى كنت يعني مصوراها وهي بتشتغل، بس للاسف الصورة عشان كانت من بعيد قوي فما طلعتش حلوة. بس يعني مكملة معاها، يعني عملت كل الحاجات اللي بتعملها كل يوم في المحل. شوفوا الفيديو وانتوا هتتفاجئوا من الخطوات اللي احنا عملناها علشان نأكد مدى صدقي في البرودكت بتاعي، او البرودكت اللي اتعرض عليا، واللي انا وثقت، واللي انا اتأكدت من مدى ثقتي في المنتج. تمام. ثبت بالشكل ده. تمام. ده الكونسيلر. التركية دي مهمة جدا يا بنات. شوفوا الفرشة بتاعة الكونسيلر بتاعتهم روعة حلوة. شايفين انا عملت ايه؟ بالفرشة بتاعتهم بنضف تحت الحاجب. يعني انا ما جبتش فرشة خارجية، لا، بفرشة الكونسيلر انا نضفت بيها زي ما انتم شايفين. وهجيب البيتي بلندر الصغيرة واطبطب العادي بتاعي واثبت بعد كده زي ما انتم شايفين عادي جدا، مفيش مشكلة. بس عجبتني الفرشة بتاعة الكونسيلر، حلوة جدا. تمام. هثبت بالشكل ده. تمام. هعمل الناحية التانية. شايفين الناحية التانية الكونسيلر زاد مني، بحاول اشيل منه لانه طلع معايا في الفرشة كتير. بس طبعا البيوتي بلندر بتشيل الزيادة، يعني ما تقلقوش. اللي لسه ما حطيتش اللايك بتاعها، حط اللايك بتاعك، ومن فضلك خليكي معايا وكملي الفيديو للاخر، واعملي لايك واعملي كومنت
واعملي شير للفيديو عشان عدد كبير يشوفه. تمام. طبطبت برضو بالشكل ده وهثبت زي ما حضراتكم شايفين. كملوا الفيديو للاخر، فيه مفاجآت قوي كتيرة جدا. اول ريفيو يتعمل بالشكل ده على مستوى اليوتيوب كله. اللي شاف ريفيو زي اللي انتوا هتشوفوا الفيديو بتاعي ده يكتب لي في الكومنتات لا انا شفت فيديو شبه كده. الميك اب ده اتعمل تقريبا الساعة 3 الظهر. قعدت بيه تقريبا لغاية الساعة 11 بالليل. احنا بنقفل السنتر الساعة 11. فيعني لغاية الساعة 11 بالليل. وهو الميك اب الحمد لله يعني رغم جو حر وهي بتشتغل وهي بتعمل كل الحاجات اللي هي بتعملها كل يوم، يعني هتشوفوا حاجات كتير قوي هتعجبكم. كده جبت الديب لاينر بتاعتهم. بصوا بقى ميزة الديب لاينر بتاعتهم، لو انا مبتدئة او مش بعرف اشتغل بفرشة اللاينر او بفرشة الايلاينر، هيبقى سهل عليا ان انا اشتغل بالديب لاينر، يعني اسهل من الفرشة. سواده حلو قوي، وميزة كمان عظيمة فيه ان هو بينشف بسرعة جدا. يعني بصوا وانا بشتغل كان بينشف الديب لاينر بتاعهم. تمام جدا يا بنات. اللي جابت منتج إليست وعجبها تكتب لي في الكومنتات، او اللي جربته عموما حتى لو مش عن طريقي تكتب في الكومنتات رأيها في المنتجات بتاعت إليست. تمام. عملنا الايلاينر بالشكل ده. طبعا شايفين الاطفال حوالينا منورينا. تمام. زي ما انتوا شايفين كده سهلة جدا جدا الديب لاينر. لو انتي مبتدئة او مش قادرة تشتغلي بالايلاينر او بفرشة الايلاينر، الديب لاينر سهل جدا انك تشتغلي بيه. تمام جدا. خلصنا الايلاينر. تمام. هبدأ انا ما حطيتش اي حاجة بره نطاق المنتجات بتاعتهم الا اللوس باودر والكريم المرطب. ده بالليبستيك بتاعهم الوانهم حلوة وثبات الروج بتاعهم تحفة. بوريلكوا الايلاينر ده سوري بوريلكوا الليبستيك كده بعد ما خلصنا الروج بتاعنا. كده احنا خلصنا اول خطوة في الفيديو. كده هي كانت عايزة تعمل شعرها، عايز قصه يعني. فقلت لها بالمرة تعالي يا قمر نقصلك شعرك. تمام. وزي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي هنغسل لها شعرها عادي. هي حاطة الميك اب، هنغسل لها شعرها عادي. تمام جدا. زي ما انتوا شايفين هناخد وقت في غسيل الشعر، والمية هتيجي شوية، يعني استنوا كده هتلاقوا المية هتنزل شوية على الميك اب. وده خلوا بالكم يا بنات ده كله يعني حاجة متعمدة ان انا اعمل كده علشان اوريلكم المراحل اللي هي مرت بيها ووصلت لغاية اخر وقت وهو الميك اب بتاعها او الفاونديشن بتاعها وباقي البرودكت بتاعتها ما اتحركتش. كملوا الفيديو للاخر وانتوا هتتأكدوا من كلامي. بنغسل الشعر، ما زلنا بنغسل الشعر، مستمرين في غسيل الشعر. اللي وصلت معايا للحتة دي تكتب لي ان احنا بنغسل الشعر او مستمرين في غسيل الشعر.
انا بصوا مرهقة، انا بعمل المونتاج بتاع الفيديو وربنا اللي عالم بيا بجد. كده هبدأ اقص لها شعرها، وزي ما انتم شايفين الميك اب طبعا هو باين ان هو ما فيش تحديد لاي ملامح، عشان ما فيش اي ملامح، يعني مش محددين ملامح، هو عبارة عن فاونديشن والروج والديبلاينر والكونسيلر. فيعني احنا مش عاملين لوك عشان اللي هتطلع تقول ايه اللي انت عاملاه ده. يا جماعة احنا بنجرب ثبات الفاونديشن والكونسيلر والروج والديبلاينر بس، احنا ما عملناش حاجة تانية. هنقص الشعر تمام. اللي ما حطيتش اللايك بتاعها لغاية دلوقتي من فضلك انزلي حطي اللايك، وبعد ما تحطي لايك تعاليلي بقى عشان تكملي معايا الفيديو. كده يا بنات هنقص الشعر، وركزوا على الميك اب بتاعها او الفاونديشن بتاعها، ما تحركش ما تهزش من وقت كبير ومن شغل. هي اشتغلت بس انا يعني الصورة ما طلعتش احسن حاجة، فما حبيتش انزلها عشان كانت شغالة العميلة برضو، وما حبيتش يعني اضايق حد، ف قلت هقول لكم على المعلومة دي. تمام تمام جدا. اللي لغايه دلوقتي ما حطيتش اللايك بتاعها تحطه. شفتوا بقى قفشتها في الاخر، قلت لها بصي هتقعدي تاكلي، ده كان بالليل خالص، بتوريني بقى العيش. بصوا بتقول لكم يا جماعه اهو انا باكل. فيا رب يكون الفيديو عجبكم.